عامله الفيديو ده عشان خاطرك، انت مش لوحدك، وانت يلي بتمتحن في ثانويه عامه ما تقلقش من حاجه. انا جايبه لك في الجامعه كده في الزتونه زي ما بيقولوا. هاي شادوز، ازيكم عاملين ايه؟ اولا مين انا شهد، انا عندي 20 سنه وبدرس في كليه فنون جميله جامعه المنصوره قسم ديكور. فيلا بينا بص بقى. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، بلاش توقعات عاليه. ايه بلاش توقعات عاليه؟ بلاش توقعات عاليه، بلاش توقعات عاليه عموما في اي حاجه. بص باخد قاعده ثابته في حياتي، الجامعه هي مرحله حياتيه. يعني ايه مرحله حياتيه يا شهد؟ يعني دي حياه، فيها ايام حلوه، فيها ايام وحشه. يعني هتواجه تحديات وهتواجه صعوبات. انا عارفه التخيلات كويس جدا اللي عندك دلوقتي، اللي انت بالذات لو انت بقى داخل لسه اول سنه جامعه، بتبقى بقى متخيل حريه وصحاب كتير وشله طارق كابو. طب انا ليه بقول لك كده دلوقتي؟ هل انا ست بحب احبطك وخلاص؟ لا يا عم، انا مش بقول لك عشان احبطك، انا بقول لك كده عشان نحاول نقلل تقليل الصدمه للاخر يعني. بص خد قاعده ثابته في حياتك، كل ما توقعاتك هتعلى كل ما تاثير الصدمه هيعلى. فخليك مرن. ايه المشكله لما تبقى مرن يا عم خالد؟ يعني ايه ابقى مرن؟ مش فاهم برضه. يعني انت داخل الجامعه تجرب، انت داخل الجامعه تكتشف نفسك، انت داخل الجامعه تصنع ذكريات حلوه. خليك داخل بالنيه دي، حط النيه دي كده في قلبك قبل ما تدخل الجامعه. حطها هنا حطها هنا. انا جايه لك من الواقع. انا لما كنت داخله الجامعه في سنه اولى كنت داخله مبتسمه ومشرقه على الحياه، وكنت مفكره ان انا اقابل صحاب عمري ولكن في السنتين دول انا كنت مفكره يعني اكيد من اول سنه، اكيد بقى من اول يوم اول واحده هقابلها دي صاحبه عمري بقى. ولكن عايزه اقول لك ان لا، انا اول واحده قابلتها في الجامعه اصلا مش فاكراها واول واحده اعتقد ان انا كونت معاها صداقه بجد في سنه اولى. سنه تانية كانت محولة من الكليه بس احنا لسه دلوقتي اصحاب وكل حاجه، انا ما قلتش حاجه، هو ايه بجد من اعز اصحابي. ولكن انا بقول لك دلوقتي آه ما تحسبهاش ان انت مثلا لما تدخل سنه اولى او اول حد هتقعد معاه او اول ناس هتتبسط في الكلام معاهم هم دول صحاب عمرك. لا، اهدى على نفسك كده وصلنا على النبي. هتتعرف على ناس كتير اول سنه طبيعي، هتبقى حابب تقعد مع ناس كتير وتعمل شله علشان هتبقى خايف. انا عارفه انت بتفكر ازاي. يعني انا خايفه اقضي ال4 سنين لوحدي، خايفه اتخرج وما الاقيش صحاب عمري، انا خايفه اقف يوم فرحي ما الاقيش البرايد ميدز بتوعي. اهدي على نفسك كده. انا عايزاكي تدخلي الجامعه واثقه من نفسك، عارفه حاطه نيه ان انا داخله اجرب، داخله عارفه ان انا هواجه تحديات، عارفه ان انا هواجه ايام مش الطف حاجه، عارفه ان انا هواجه ايام هحس فيها ان انا لوحدي، وهواجه ايام احس فيها ان انا مبسوطه قوي وان انا وسط صحاب كتير، وبس تاني يوم هلاقي نفسي لوحدي. فعادي، الجامعه مكان كبير جدا، فيها ملايين، لا مش ملايين كتير صح، فيها مئات الاف الناس اللي زيك، تقدري تكوني صحاب مع اي حد. وقولي لنفسك دايما لو خسرت حد من صحابك في الجامعه او خسرت صحابك قبل كده، قولي لنفسك دايما زي ما عملتهم هعمل غيرهم. ليه؟ لان انا بشخصيتي بحب نفسي وواثقه من نفسي وبطور من نفسي كل يوم، والناس لما تبقى موجوده معايا ده مكسب ليهم مش ليا. انا عارفه ان دي نرجسيه شويه بس لا، دي ثقه مش نرجسيه، انا دايما بقول لنفسي كده. بصور علشان ننتقل للبوينت التانية. البوينت دي انا كان قصدي منها ان انت لما تبقى داخل الجامعه خش بنيه التجربه، خش بنيه ان انت عايز تكتشف ذاتك. بلاش تخش بفكرة ان انا داخل بتوقع معين او تخيل معين. خليك داخل حابب تجرب، عارف ان انت هتواجه ايام صعبة وعارف ان انت هتواجه برضو ايام كويسة. تاني حاجة هي مرتبطة باول حاجة انا اتكلمت عنها، خلي اول ترم تجربة مش سباق. يعني ايه خلي اول ترم تجربة مش سباق؟ يعني حاول. انا عارفه ان اول الناس ما بتبقى داخله الجامعه بتبقى عايزه بسرعه تثبت نفسها، بسرعه عايزه تحقق درجات، عايزه مش عايز الجي بي اي بتاعي يطير، مش عايز الامتياز يضيع من ايدي من اول سنه. انا عارفه وانا مش بقول لك ما تحطش الهدف ده، لا خليك حاطط الهدف ده قدامك ومركز عليه. ولما تبقى داخل الجامعه دي بوينت تانية هنتكلم عنها فيما بعد، ان انت تبقى لازم تحط هدف قبل ما تدخل الجامعه. لازم تخش الجامعه عارف انت عايز تعمل ايه. والله انا هدفي ابقى معيده، والله انا هدفي اكون صحاب، والله انا هدفي ابقى معيده واكون صحاب. عادي يعني، حط بقى هدف واعرف انت عايز تعمل ايه في الجامعه، فاهمني؟
بس اللي انا بتكلم عنه دلوقتي ان الناس كلها تبقى داخله الجامعه، وخصوصا في الترم الاول يعني بتلاقي ناس كده اللي هم ايه، دحيحه الدفعه. عارف الناس دي، هي الناس دي بقى مالكش دعوه بيهم، سيبهم على جنب دلوقتي، مالناش دعوه بيهم. انا هقول لك بقى الكلمتين اللي من الاخر. بص يا سيدي، اول ترم ادي لنفسك فرصه. انت واحد لسه خارج من ثالثه ثانوي، واحد كنت مطحون في دايره الامتحانات والمراجعات والمدرسين، فحاول تدي لنفسك فرصه تاخد فتره نقاهه زي ما بيقولوا كده. اهدى على نفسك، استمتع بالجامعة في أول ترم، حاول تكتشف الجامعة، امشي في الكلية حتى لو انت داخل كلية مش بتحبها. أنا عارفة هنتكلم في البوينت دي برضه بعدين، ولكن حاول تدي لنفسك برضه فرصة. خش اتمشى كده في الكلية، اتفرج على الأقسام، خش الأقسام التانية، شوف بيعملوا ايه، اتعرف على الدفعات الأكبر. على فكرة يا جماعة إن انتوا تكونوا علاقات مع الدفعات الأكبر ده مهم جدا، وده برضه هنتكلم عنه في بوينت تانية، بس خلينا نركز هنا. فخلي اول ترم تجربه، حاول تدي نفسك فرصه، شوف الجامعه بتعمل انشطه ايه، شوف رعايه الطلاب، شوف الاتحاد. انا عارفه ان في ناس معاهم مشاكل مع الاتحاد، بس شوف الاتحاد بيبقوا عامه، هم بيبقوا موجودين. يعني انت اول يوم بتدخلوا الجامعه بتلاقوا الاتحاد في وشكم، فانتوا مش هتحتاجوا تدوروا عليهم كتير، هم هتلاقيهم واقفين في اي حته. فشوفوا الاتحاد لو حابب تخش الاتحاد. لو حابب ان انت تشترك في لجنه معينه، نشاط معين، هم برضو هيساعدوك وهيوجهوك للحاجات دي. وانا واحده كنت في الاتحاد في سنه اولى فكنت اول حاجه فتحت عيني على الجامعه وخليتني اكتشفها فعلا هم الاتحاد. فهي تجربه جميله، وملكش دعوه بالناس اللي بتقعد تقول لك دول الاتحاد دول ناس مش عارفه متكبره وشايفين نفسهم. انا عن تجربتي الشخصيه، دول اول يعتبر صحاب انا عملتهم في الجامعه، لان انا كنت في سنه اولى كنت مبسوطه قوي بجو الجامعه وكنت عايزه ادخل انشطه، فهم فعلا كانوا مسهلين عليا الموضوع ده. وهما كانوا لطاف عادي، ما كانش في جو التكبر والهبل ده، العادي كانوا لزاز وكنا منسحبين وعادي. بس برضو ما تنساش ايه الناس اللي معاك اللي في الدفعه، عشان انا عملت الغلطه دي. انا اتعرفت على بتوع الاتحاد ونسيت بقى اتعرف على الناس اللي معايا في الدفعه، يعني كان ما تعرفتش عليهم بجد غير لما دخلت قسم ديكور في سنه تانية. فلا، حاول توازن ما بين النقطتين دول. بوينت نمبر 3، انا عارفه ان في ناس مننا كانت بتحلم طول حياتها بكليه معينه، طول حياتها بتتخيل نفسها في المكان ده. كنت بدرس في ثالثه ثانوي علشان اوصل للكليه دي، علشان اوصل بالذات للقسم ده. وانا واحده من الناس كنت عايزه جامعه معينه اصلا، ولكن الحمد لله يعني ما دخلتش جامعه سيئه. وبحكي لكم قصتي في فيديو تاني بقى، ده فيديو تاني. المهم، فانا عارفه كويس ان هي ممكن تكون صدمه على بعض الناس، ولو حد في سنه اولى ودخل تخصص للاسف في الكليه مش كان متخيل انه هيدخله، دي مش نهايه العالم. خليك دايما عارف ان ربنا مش بيعمل اي حاجه غير لسبب، وربنا عمره ما يعمل حاجه تاذينا، ربنا بيحبنا. خليك دايما حاطط في دماغك ان ربنا بيحبك، وربنا كاتب لك رزقك من اليوم اللي انت اتولدت فيه، فهو عارف كويس ايه الانسب ليك وايه مش الانسب ليك. يتهيأ لك ان اللي بيحصل مش اللي انت عاوزه، مش الحاجة اللي تريحك. انا جالي اكتئاب بعد ما دخلتش القسم اللي انا كنت عايزاه مثلا. ازاي دي حاجة كويسة؟ ولكن لا، ربنا بيعمل كل ده عارف ان هو مثلا كان هيحميك من حاجات ممكن وحشه تحصل لك. افرض كنت دخلت القسم اللي انت عاوزه او دخلت الكليه اللي انت عاوزها وللاسف مثلا حصل لك حاجه وحشه، خسرت مكانها حد من حبايبك لا قدر الله، خسرت نفسك يا سيدي. انت ممكن تخش كليه وتلاقي نفسك يعني مثلا كنت هتتمناها وهتموت وتخش الكليه دي، تلاقي نفسك فجاه مش مركز فيها، مش شاطر فيها، مش عارف تنجح اساسا، صحابك نجحوا وانت عبلطت في سنه اولى. فلا، ما تاخدهاش بالتفكير ده. ولو انت يا سيدي دخلت تخصص مش بتحبه او كلية مش بتحبها، مش ممكن تيجي دي تكون فرصة تانية او فرصة جديدة ليك ان انت تكتشف نفسك، ان انت تعمل حاجة كنت نفسك من زمان تعملها. مش ممكن تفكر في الموهبة اللي انت كنت بتعملها زمان وانت صغير وبطلت تعملها بقالك سنين وتبدأ تنميها دلوقتي، وممكن كمان تكون مصدر فلوس كويسة ليك ودخل كويس. يا جماعة بجد، احنا هنا في مصر لو جيتوا تركزوا مفيش حد بينجح في حاجة غير لو حاجة هو بيحبها، حاجة هو بجد كان عايز يعملها. كام واحد أصلا اتخرج من كلية هندسة ولا كلية طب
ولقيته اصلا شغال في مجال تاني بعد كده وعمل شيفت كارير اول ما اتخرج. كام واحد في مصر؟ شوفوا انتوا حواليكم، اكيد انتوا عندكم اخواتكم وقرايبكم بتشوفوا حواليكم ناس كده، صح؟ فاهمه ان التفكير بتاعنا، وبالذات لو انت في ثانويه عامه دلوقتي، انت عايز تجيب اعلى مجموع وعايز تجيب اعلى قسم وعايز تجيب اعلى كليه في مصر. انا فاهمه التفكير ده، وطبعا ده بيبقى ليه عوامل كتير بقى، اللي هو ضغط الاهل، شكلك قدام مش عارفه حمود ابن خالتك ولا منى بنت عمتك، anyway. فلا، يعني يا جماعه، ايا كان مالكش دعوه بكل الناس دي، مالكش دعوه، افصل ده خالص. انت عايز ايه؟ لو انا جات لي كليه مش بحبها، اعمل ايه يا شهد؟ ما تعملش اي حاجه، كمل في كليتك، حاول تديها فرصه، حاول تحب تخصصك، ما عرفتش مش نهايه العالم. خش افتح الموبايل، افتح اللابتوب، افتح اي حاجه، هتلاقي مليون حاجه تتعلمها. مليون حاجه، تتعلم بروجرامينج، تعلم ماركتنج، اتعلم تفتح مثلا يا سيدي قناه يوتيوب، يلا كونتنت كريتور، يلا هنقطع على بعض. اي حاجه، اكتشف نفسك. انت بتحب التصوير، ليه ما تجيبش مثلا موبايلك ده وتفتح مثلا اكونت على انستا وتبدا تنزل واحده واحده، تحترف، تتعرف في الموضوع، تبقى فوتوغرافر وانت بتحب التصوير. ليه؟ ايه المشكله؟ انت عارف الفوتوغرافر دلوقتي ما شاء الله يعني. فانا قصدي البوينت دي قبل ما نقفل، ان انت لو جالك تخصص مش بتحبه او كليه مش بتحبها، ادي نفسك فرصه، ممكن تكون دي بدايه جديده لحاجه جديده، ودي مش نهايه العالم. الكليه هي مجرد مرحله ومجرد محطه من محطات الرحله. اتعلم تنظم وقتك حتى لو بورقه. بصوا يا جماعه، موضوع تنظيم الوقت ده انا عارفه كويس لاي حد في ثالثه ثانوي الموضوع ده مهم ازاي، واكيد سمعت الموضوع ده من قبل ما تدخل حتى ثالثه ثانوي، ومن قبل كمان لما تدخل ثانويه عامه عموما او تدخل الجامعه اساسا، انا عارفه. ولكن في ناس بتستقل بالمعلومه دي، فانا عشان كده قررت ان انا اقولها لك النهارده. وفي ناس اصلا مش بتبقى ماشي عارفه ان الوقت، تنظيم الوقت دي حاجه مهمه، بس مش عارف ازاي انظم وقتي. او انا كل مره والله بحط الجدول واقعد اقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، ومش بعمل حاجه في الاخر، وارجع اعيد الجدول تاني، وانا عارفه الكلام ده، عارفه ده كويس. ولكن يا جماعه، موضوع تنظيم الوقت ده مش هتعرفوا بجد قد ايه بيفرق معاك، وقد ايه بيخليكوا تنجزوا حاجات انتوا ما كنتوش متخيلين ان انتوا تنجزوها في اليوم الواحد. يعني انا مثلا لما كنت في ثالثه ثانوي كنت زيكم بعمل جداول وعايزه اعمل كده واعمل كده، ولكن كنت برضو كل مره اغلط ومعرفتش بجد اعمل ايه لحد ما طلعت اولى جامعه، واخيرا عرفت بقى اطور الموضوع ده. انا بدات ان انا اقسم وقتي، مش وقتي بس، لا، انا بقيت بعمل زي ايه، زي بلان للسنه، يعني مش بلان لليوم، لا، بلان للسنه. وبعد كده بعد ما بقول مثلا دي سنه 2025 اهو، بقسمها شهور. شهر واحد انا المفروض اكون خلصت كذا، شهر اتنين لازم اكون خلصت كذا، ثلاثه كذا، وهكذا. طب بعملهم ازاي؟ الشهور دي بقى بمسكها واقسمها ايام: يوم السبت، يوم الاحد، يوم الاثنين. طب انا بكتب ايه؟ بتكتب ابسط حاجه ممكن تعملها في اليوم. انا مثلا هقول لكم، يعني هي دي الكراسه، هي بص، انت هتجيب اي كراسه عندك، اي كراسه، عارف كراسه الكشكول اللي كنت بتذاكر فيه رياضه ولا بتذاكر فيه كيمستري؟ هاته، هات الكشكول لو لسه فيه باقي بقى. ما كانش عندي كراسه، كانت عندي قديمه، جبتها اهو، مقسماها زي ما انتم شايفين: جانيوري اللي هو الشهر الاول، وبقسمها بقى شهور كده: ده فبراير، تمام، فبراير، وده مارش اللي هو الشهر التاني، تمام. فانا مقسماها عادي كده، مقسماها بقى باي شكل انت تحبه. وكل شهر بقسمه ايام: اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهكذا بالشكل ده. ابسط حاجه، مالكوش دعوه، ما تركزوش في خط، تمام. بمسك بقى اكتب ايه في اليوم. اكتب مثلا والله يوم السبت انا لازم اصحى الساعه كذا. هل انت لازم تصحى في الميعاد ده ولا ما حصل، ولا ما صحيتش في الميعاد ده بالظبط يبقى اليوم باظ؟ لا عادي، مش مشكله، كمل عادي، تمام. انا مثلا بكتب، يعني مثلا هجيب لكم مثال اهو: هصحى بدري يوم السبت، تمام، هساعد ماما في البيت. برضو بكتب الحاجات بالأولوية، حسب الأولوية، يعني حسب الترتيب في اليوم. أنا الأول هصحى بدري، هفطر، هصلي مش عارفة الصبح، بعدين هساعد ماما، بعد ما أساعد ماما أبدأ مثلا كورس كيمستري أو محاضرة الكيمستري. انتي بقى شوفي عايزة تعملي ايه. كل الحاجات دي بكتبها، تكتب كل الحاجات دي. ولو انت عايز يا جماعة تواظب على عادة مثلا يومية زي قيام الليل والورد اليومي، أنا ما كنتش بعرف انا اواظب على الورد او ان انا اصلي قيام الليل، فحاولت ادخلها في جدولي من خلال الورقه والقلم دول. تخيلوا، كنت اكتبها تحت كده في اخر اليوم خالص: الورد وقيام الليل. وبعد ما بخلص اخر اليوم خالص بعمل صح صح صح. طب الحاجه اللي انا ما خلصتهاش،
غلط بسيطه واكتبها في اليوم اللي بعده واجرب عادي مش مشكله. في ايام انا اصلا ببقى عامله عليها كلها اكس عادي. بس ده لما بشوف الاكس ده بيحسسك بتأنيب ضمير، اللي هو يعني مش عايز تشوفه تاني، فاهم؟ فبتبقى عايز تاني يوم تعوض اللي حصل في اليوم اللي فات، فاهمني؟ فبجد بيفرق معاك قوي الموضوع ده. فهيفرق معاك قوي انت داخل سنه اولى جامعه. حاول تكتب ده، خصوصا لو في حاجات كتير قوي عايز تعملها، عقلك البشري مش هيستحمل يعني يرتب لك ده. فلما تلاقي افكارك مترتبه على ورقه الموضوع بيفرق معاك. بلاش تغير مبادئك علشان تعجب حد او علشان تمشي مع الموجه. بصوا يا جماعه، كان حد اكيد قال لك يعني دايما لو حد قريب منك قوي ودخل جامعه وحابب تسمع منه نصيحه، دايما هتلاقيه بيقول لك الموضوع ده: بلاش تغير حاجه فيك، بلاش تخسر مبادئك، بلاش تغيري من المبادئ اللي بابا وماما علمونا عليها واحنا صغيرين. بلاش، انت طالعه من بيت زي الفل وانت شاب زي الفل. بلاش تعمل حاجه علشان تعجب حد، بلاش تعمل حاجه عشان كله بيعمل كده وخلاص، بلاش تمشي مع الموجه. خليك انت زي ما انت، مميز مختلف. ده بالعكس ده بيخليك اكتر يعني مبهر ان انت مختلف ومش زيهم. ليه تعمل زيهم؟ ليه تعمل حاجه انت مش مقتنع بيها لمجرد ان كله بيعمل كده؟ ليه تغيري في طريقه لبسك وطريقه كلامك علشان البنات كلها في الكليه معايا بيعملوا كده؟ ليه؟ هتلاقي نفسك في الاخر ما انتيش مبسوطه. هتلاقي جواكي دايما تأنيب ضمير ان انت بتعملي حاجه مختلفه عنك، اللي هو تقولي لنفسك: هو هو انا عامله كده ليه؟ وتشوفي صورك بقى ايام ثالثه ثانوي ولا اعدادي، ايام مثلا. طبعا صور اعدادي دي مالناش دعوه بيها، بتكلم لو صورك مثلا السنه اللي فاتت تلاقي نفسك اختلفتي تماما، شكلك اتغير. اكيد شكلك هيتغير بس للاحلى، للاجمل. مش تخلي نفسك شخص تاني انت متعرفوش. فاهماني؟ اهم حاجه بجد ممكن اقولها لاي حد داخل اولى جامعه: حاول تتمسك بالقواعد والمبادئ اللي انت مؤمن بيها. البنت انت ما تعمليش حاجه انت مش مقتنعه بيها. بصي، خلي دايما جواكي الصوت الداخلي اللي جواكي ده، صدقيه قوي. لما كل ما تيجي تعملي حاجه غلط او حاجه مش متعوده انك تعمليها، هتلاقيه دايما بينبهك ويقول لك: لا، احنا مش كده، احنا ما بنعملش كده. صدقي الصوت ده. محدش يستاهل ان يكون حواليك او يستاهل ان هو يعرفك غير الشخص اللي بجد يحب يكون معاك، او انت على حقيقتك وانت على طبيعتك. هم دول الناس اللي تستاهل وجودك حواليهم. النقطة دي لعزيزتي الشادو. عزيز شادو، أنا آسفة النقطة دي مش ليك دلوقتي، فممكن تخليك معانا النقطة اللي جاية. عزيزتي البنوتة العسولة، الجامعة مش مكان عشان تلاقي فيه فارس أحلامك. أيوة للأسف، أنا عارفة كدراما، الناس اللي بتتابع كدراما زيي وتوقعاتهم عالية، والناس اللي بتتابع هندي زمان برضه كنت بتابع هندي بس مش دلوقتي بتابع كدراما. بعمل لكم فيديوز عن الحوار ده بعدين. عارفه ان احنا توقعاتنا ان احنا نلاقي فارس احلامنا في الجامعه، واول يوم بقى ايه، هنخبط في بعض والكتب هتقع وهو هينزل يجيبها لي عشان هو جنتلمان. حبيبتي، في جنتلمان في الجامعه؟ ما عادش في جنتلمان، احنا ما عادش في جنتلمان. انا جايه لك من هناك، انا اسفه والله، ولكن خصوصا في الجامعه مش مكان تلاقي فيه فارس احلامك. شويه جد بقى. بص يا ستي، خلينا نركز. مش هقولك بقى ايه انه حرام، وانت عارفه كويس ان ربنا مش هيبقى مبسوط لو عملت حاجه زي كده. و... وانا عارفه كويس ان انت جايز تكوني داخله ان انت لا، بالمايند سيت اللي هو انا مش هعمل كده. ولكن غالبا لما تخشي وتبداي تشوفي الناس هناك، لان غالبا في الجامعه الموضوع ده منتشر قوي، هتلاقي ناس حواليكي مرتبطه كتير، هتلاقي صحابك اصلا متعرفه عليهم، هتلاقي اللي مخطوبه، هتلاقي اللي مصاحبه، هتلاقي مش عارفه كده. وهتبداي بقى تفكري: طب ليه لا؟ ده فلان معجب بيا وانا معجبه بيه، ما نديله فرصه. بصي، خلينا متفقين ان انت بتبقي داخله منبهره، ده مش اسمه حب. تمام؟ مفيش حب في الفتره دي. ليه؟ ببساطه انت لسه ما اكتشفتيش نفسك. انت واحده لسه خارجه من ثالثه ثانوي، تقريبا بقيتي تروماتايز وعايزه تتعالجي. ما صدقيش اي حاجه بتتقال في الجامعه. مش اي حد يقول لك انت اموره وجميله هو ده شل الكتب، هو ده لا. ببساطة هنفكر مع بعض واحدة واحدة كده. عقليا هو واحد لسه بيدرس، وخصوصا بيبقى قدك، غالبا بيبقى قدك أو أكبر منك بسنة أو اتنين. فده واحد أكبر منك بسنة أو اتنين، لسه وراه يتخرج ولسه وراه جيش، وبعد الجيش لسه أصلا محتاج يبدأ بقى يفكر هيعمل إيه عشان يجيب فلوس، واحتمال يقعد في الشركة 10 بالخمس سنين مثلا ولسه ما ترقاش أساسا والمرتب بتاعه ثابت. ده واحد لسه غالبا مش عنده شقة، ها، ما عندوش حس المسؤوليه، هو لسه ما اكتشفش نفسه، هو لسه مش عارف هو عايز يعمل ايه في حياته. ازاي عندك التخيلات ان قصه الحب دي هتكمل؟
هتقولي لا، ده بابا هيساعده. انت عارفه الاقتصاد دلوقتي، هنهزر مع بعض. انت عارفه كويس بيبدا بما لا يرضي الله ينتهي بما لا يرضي الله. فانت خليكي دايما معززه نفسك، وخليكي في بيت باباكي متستته رزق جايلك لحد عندك. لو بدات تبصي لزمالك الولاد اللي في الجامعه على انهم زمايل ولسه بيدرسوا، على انهم لسه صغيرين زيهم زيك، نظرتك في الموضوع ده هتختلف. انت لما تبداي تبصي لهم بمايند سيت اللي هو هم لسه مش ناضجين كفايه، مش يقدروا يتحملوا المسؤوليه، هما بيبقوا داخلين منبهرين بيكي بشكلك، وانت بتبقي منبهره بالتجربه كامله على بعضها. فبلاش بلاش، ليه قلبك يوجعك ليه؟ ناس كتير قوي لو دخلتي الجامعه وسالتيهم، روحي اسالي الناس اللي مرتبطه دي، كم واحده قلبها وجعها بسبب الحوارات دي. فانت حافظي على نفسك، خليكي اجتماعي بس باعتدال. انا عارفه ان احنا بنبقى حابين اي حد نرتاح له في البدايه، بنبقى حابين نحكي عن نفسنا وعن حياتنا وعن اسرارنا وعن يومنا كان ماشي ازاي. لان انت الانسان في العاده بيحب يتكلم عن نفسه، يعني كلنا بيبقى مين مش بيبقى مبسوط وهو بيتكلم عمل ايه النهارده؟ يعني بتبقى دي حاجه جميله صح. واول ما بتلاقي نفسك ارتحت مع حد في الكلام تبقى عايز تحكي له كل حاجه. بس بلاش، لان انت غالبا بتكتشف بعدين ان الناس دي بتكون ناس مش سالكه، او مثلا ممكن يحصل بينكم خلاف بسيط، ومش بتبقى ضامن ليه تدي سرك لحد ما، يعني هتبقى حاسس ان انت اديت له كده نقطه ضعفك من الاخر، فاهم؟ وبعدين في مثل بصراحه، يعني كنت سمعت من حد كده ودايما بيجي في بالي كده، بحس ان هو عنده حق فعلا: صديق اليوم عدو الغد. فهو فعلا يعني، فبلاش تكون شخص مندفع قوي. انا مش بقولك ما تتعرفش، لا، روح اتعرف وكون صحاب وحبهم واحكي لهم عن حاجات، بس بحدود. حط حدود لنفسك. ما تخليهمش يعرفوا عنك كل حاجة. خلي عندك البرايفسي بتاعتك، خليك محتفظ بحياتك الشخصية، خليك محتفظ بالحاجات خليك غامض. يا متعة أنك تكون غامض، يعني مش كل الناس تبقى عارفة عنك كل حاجة. النصيحة الأخيرة: ما تقارنش نفسك بحد، كل واحد ليه سكته. بصوا يا جماعة، من أخطر الحاجات اللي هتواجهكم ومن أصعب المشاكل والمشاعر اللي هتحسوا بيها في الجامعة هي المقارنة. هتقولي لا انا مش بقارن نفسي بحد وانا تمام وانا مش عارفه ايه. غصب عنك هتبدا تقارن نفسك، خصوصا لو انت في كليه عملي زي كليتي. الناس كلها بتبقى عامله مشاريع، كل واحد بيعمل مشروع مختلف عن التاني. عكس الكليات النظري بتبقى اكترها مذاكره، يعني بتبقى اعتماد اكتر على المجهود العقلي او الدراسه يعني والمذاكره وكده. لكن في الكليات العملي زي فنون جميله الموضوع بيبقى معتمد اكتر على الابداع وعلى ان انت الفكره اللي جبتها وكده. فبتبدا غصب عنك تبص على مشاريع ناس تانية تقول واو، بعدين بقى تبص على مشروعك اللي هو بتبقى حاسس كده ان انت كرهت المشروع، عايز تقوم تقطعه وترميه دلوقتي. بس اهم حاجه بجد يا جماعه اتعلمتها من ساعه ما دخلت الكليه لحد دلوقتي ان انا ما اقارنش نفسي بحد، واحاول على قد ما اقدر ابص في الحاجه في مشروعي انا بس، واكون راضيه عنه وحباه. انا عندنا في الكليه بالذات في قسم ديكور عندنا مشروع كده اسمه مشروع ديزاين. ده مشروع بنعمله كل ترم، يعني بيبقى اسمه مشروع الترم، بنعمله من اول الترم لحد اخر الترم. المشروع ده بتظهر بقى فيه الفكره اللي انت جبتها، وبيبقى مختلف من كل واحد للتاني على حسب فكرتك. فالمشروع ده بجد ما تفهموش بجد كان ازاي مهم بالنسبه لي. انا في الترم الاول في سنه في ديكور كنت عامله مشروع كان مختلف عن باقي الدفعه، ولكن كان في ناس احسن مني. انا ما بصيتش ليهم، بالعكس انا كنت مبسوطه وماشيه بنبهر برضه بشغلهم وبرافو واسقف لهم كل حاجه. بس باجي عند مشروعي معتزه بيه جدا ومبسوطه. ويوم المعرض، مع ان مشروعي ما كانش من احسن المشاريع ولا حاجه، بس كنت مبسوطه بيه وفخوره ان انا عملته لاول مره اعمل حاجه زي كده. وكنت فاكره ان هو صعب اصلا، كنت متخيله ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. فكنت معتزه بيه وقعدت اتصور معاه وصورت المشروع ونزلته واعتزيت بيه جدا عادي جدا. فانا عايزاك تمشي بالمايند سيت دي بالظبط. انت تكون مبسوط بشغلك، تكون حابب شغلك، تكون حابب حتى لو انت في كليه نظري تكون حابب مستواك، وما تقارنش نفسك بحد. قارن نفسك دايما بنفسك. السباق مش معاهم، السباق معاك انت. دايما شوف انا كنت عامل ازاي في السنين اللي فاتت، انا كنت عامله ازاي قبل كده. من ساعه ما دخلت الجامعه انت بدات صفحه جديده مع نفسك، وخصوصا موضوع الجي بي اي ده هيفرق معاك، لان انت لما تبدا تشوف الجي بي اي بتاعك، والله انا في الترم الاول الجي بي اي بتاعي كان كذا، الترم الثاني الجي بي اي بتاعي كان كذا. ونقطه الجي بي اي دي انا عشان انا عارفه ان في ناس لسه مش فاهمه عن ايه جي بي اي، فدي هشرحها لكم في فيديو بعدين. لو انتوا عايزين اشرحها لكم اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا هشرحها لكم في فيديو جاي ان شاء الله.
وبس دي كانت كل حاجة للنهاردة. اعذروني بقى لو كنت طولت عليكم النهاردة في الكلام، بس بجد يا جماعة كنت عايزة اوصل لكم يعني على قد ما اقدر من اللي انا اعرفه علشان تستفيدوا منه. انا كنت مبسوطة قوي جدا ان انا معاكم النهاردة يا شادوز، وان شاء الله اول مرة ومش تبقى اخر مرة. وعايزة اسمع رأيكم في الكومنتس، انا بتفرق معايا اول الحوار ده ان انا اشوف كده لو في حد اتبسط النهارده من الفيديو. لو حابين اي فيديوهات الفتره الجايه عن فنون جميله او القدرات، هبقى معاكم الفتره الجايه في الحاجات دي، فاكتبوا لي كل اسئلتكم تحت هنا في الفيديو وانا هرد عليكم في فيديو جاي ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم وحبيتوه حابين تشوفوني تاني، تعملوا سبسكرايب هنا ولايك وتسيبوا كومنت علشان انا هشوف كل الكومنتات بتاعتكم. وبس كده، باي.